هاي حلوين، عاملين ايه؟ والنهارده هاخدكم معايا في جوله وانا رايحه طنطا انا وماما. طبعا بدانا الطريق، ركبنا مواصلات. المفروض اللي احنا كنا متفقين اللي احنا نركب قطر، ولكن كنا مألفين كده ميعاد من دماغنا بصراحه. المفروض يعني طالعين على اساسه. ولما رحنا المحطه اتضح ان قطر طنطا هيوصل بعد ساعه ونص، فقلنا نستبدله بالميكروباص مع اننا بندوخ منه. بنفضل القطر طبعا، ولكن بقى قلنا الساعه ونص دول احنا لو ركبنا مواصلات هنكون في طنطا. وبالتالي خدنا بعضنا طبعا ورحنا. ركبنا بقى مواصلات طبعا. هنا كنت بصور المناظر الخضراء دي، بتعجبني جدا. وقلت بقى ايه، اقعد استمتع بهذه المناظر الخضراء. وانا بحب جدا ان انا اقعد اصور المناظر الطبيعيه، وبالذات اي حاجه لون اخضر يعني. طبعا بقى انا قاعده وماما عماله تضحكني، طبعا معايا امي طبعا يعني مش هسيبها. كنت لابسه جامب سوت وعليها الاوفر كوت طبعا. الايام دي عمالين فعلا تحذير ارصاد جويه ومش عارفه برق ورعد ومطر وكده، فكنت لازم اتقل على نفسي شويه. وطبعا بدأت الطريق كان فيه زحمة، غير ان السواق وقف بينا شوية. مش عارفة كان بيعمل ايه اصلا. 10 دقايق وكده كده اتأخرنا، وكان فيه بقى زحمة وقرف بصراحة. وهنا بقى كنا وصلنا الجلاء اللي احنا المفروض هنغير منها ونركب المكان اللي احنا عايزين نروحه. وده عيب بجد المواصلات يعني. القطر مرة واحدة، اما المواصلات هتنزلي وتركبي وتنزلي وتركبي، وقرف بجد. كده الحمد لله ركبنا المواصلة التانية. وهنا بقى وصلنا رنين، وده اول مكان رحنا له. بقى لسه ماما بقى بتتفرج وهتتعبنا معاها. خدوا بالكم بقى هنا، بعيدا عن ان انا بوريكم الاوتفيت بتاعي، خدوا بالكم من الجراب الجديد. انا هنا في رنين بحب انا اقعد على السرير، بس للاسف هنا السرير بيبقى عليه مش عارفه بقى عليه حاجات فما ينفعش. فهفضل اتجول المره دي معاها. الله بقى هجيبها لما اجي اسافر كده، وابقى اخدكم معايا وانا بشتريها ان شاء الله، بس ادعولي الاول. ندخل في المكان المفضل لينا. بيبقى في حاجات حلوه قوي، هي مفيش هنا غير انا وماما يعني. فبنبدا ايه نتفرج. حلوه قوي الزهور اللي هناك دي. عايزه اقول لكم ان انا اشتريت شمعه زي دي بقالها سنين بجد، ولسه عندي زي ما هي. الشموع بتبقى حلوه قوي، بس جدا. ما صدقت ان انا بقى لقيت كرسي وقعدت، وهسيب ماما بقى ايه تقلب. ماما واقفه تختار الزهور دي، فبتقولي عليها عرض، فبقول لها ب100، بتقولي هو اصلا في حاجه ب100. حسيتني ان انا قديمه قوي. قاعده هنا حلوه قوي يا ولاد. اقوم بقى اختار مع ماما عشان ايه ما تزعقلي. ايوه، خليها تختار معايا. يا بنات الورد هنا جميل جدا ورخيص بجد. مش رخيص يا ولاد، بتضحك عليكم. اقعد اصور. هي ماما عجبها دي قوي، فقالت لي خليها معاكي، وهي بقى واقفه تقلب هنا. خلاص هما رسيوم على دول، شكلهم كيوت قوي. وهنا الازهار بجد شكلها حلوه قوي، الصناعيه طبعا. حسوني ان انا مش متعوده اصور في اماكن عامه موجود فيها ناس، يمكن ده اول فيديو. فوالله بقى دلوقتي قاعده اخذت الكرسي بتاع الترابيزه وقاعده عليه. اقول لكم على حاجه. فبقول لها ناخد دي، قالت لي انت ذوقك معفن صحيح، فخلاص مش هختار معاها بقى. احنا استقرينا على دول، وانا طبعا اللي هشيل. هي لسه ما زالت بتنقي. نروح بقى ايه القسم، نشوف البراويز. دول شكلهم حلو قوي، انا ماسكه حرفيا سابتني ومشيت، فاحنا هنحط دول هنا. انا بختار ايه البراويز دي، حاساها حلوه قوي، فعايزه اجيب بصراحه كديكور، ومش عارفه حرفيا سابتني ومشيت بعد ما انا لقيت معاه. وهنا كنت بجرب الوري ليه على انهي فازة علشان اشتريها. بقى نشوف البوتاجازات دي، وماما عايزه بوتاجاز، بس غاليين قوي. طبعا شكلنا اصلا مش هنروح في حته تانية، ولكن بنتجول. امي بالها طويل قوي بقى في اللف، واحنا دلوقتي بنتفرج على قسم التلاجات. فيها تلاجة تفتحها حرفيا، تلاجة بتفتح. اصلا ما عنديش طول بال والله بجد للمواضيع دي كلها، بس يلا بقى.
وهنا بقى كنا رحنا قسم الغسالات، فماما بتقولي دي الغسالة اللي هي بابها بيتقفل لوحدها، فقلت لها انا عايزة الغسالة اللي بابها بيتقفل لوحدها دي هتساعدني كتير. بصور لكم حته حته، بصور لكم حته حته، مش ماشيه بالكاميرا، بس عموما ماشيه ورا ماما. فعايزه خلاص اصلا بجد جعانه، الساعه دلوقتي 4 وما فطرتش، مش عارفه ليه كده. ورا ماما نتجول ونتفرج ونشاهد، وهي مش هتضحك. احلى حاجه اللي هي ماشيه شايله الورد، وبنلف ولف بقى بينا يا دنيا بقى ونشوف يعني بقى فين. جينا لقسم الحلل، لازالت ماما واقفه ماسكه الورد وعماله تتفرج عادي. بصوا هو كل الاقسام هنا بصراحه مفضله لماما، ماما بتحب تلف جدا والله بجد، عندها طول بال ما شاء الله يعني، وانا اصلا ما بحبش الف خالص وبصور وتعب تعب. اول مره اصور بره اصلا والاضاءه بجد زي الزفت اصلا، بعد كده لا لازم اشتري اضاءه. انا محتاجه اشيل الطاسه دي، استني جميلة قوي. استني يا لهوي. اوه بصوا قام جايه شايلاها كده ومديه بقى ماما. لا اله الا الله. بس انا هحطها تاني عشان مش عارفه اصلا شلتها ازاي، بس كده. نجيب بتاعه الكب كيك عليها 50. فمش عارف سابتني تايهه، وانا اخترت ان انا اجيب دي صغيره صغيره، هي حرفيا مشيت وانا لسه هدور عليها، لقيتها خلاص جبت 50. 50 يعني مش غالي. بجد الاطباق دي تحفه قوي، الوانها رهيبه موت، جميله قوي، بحب الحاجات دي قوي. فتحت في اللب، وفي اصلا صوت وش اصلا وانا دايخه وما بحبش اركب الموت، دي حاجه صعبه جدا. عايزه نطلع بقى على خير. عماله ادور على مكان حرفيا علشان اقعد فيه، والله الواحد دايخ، لسه بقول لماما دايخه من قله والله يا ماما هاتي اللي انت عايزاه حلوين. ماما وهي بتلف رنين حته حته، والله بجد الواحد تعب. داخله بترجع الخير والمفروض ورايا، واحنا بعد ما خلاص خلصنا هي بتطلع لقدام. هنا شكلها حلوة قوي، وبرضه ما زلنا بنلف وعمالين طالعين خارجين راجعين، ما بنوصلش للكاشير تقريبا. اخيرا وصلنا للحظة الكاشير بس زحمة جدا. خلاص اتعذبنا قصاد الكاشير، ماما رجعتنا اجيب 3 ازاز والله بجد. جبت 3 ازاز وحضنتهم، خايفة لا ينكسروا. دلوقتي بنرجع للكاشير تاني، وعلى ما نرجعش لان بجد تعبنا جدا في الكاشير ده. اخيرا خلصنا وهنخرج، شلت انا الاتنين دول وماما زايده تانية ورايا. الواحد والله تعب يعني، خدنا كتير قوي في رنين. جبل رنين حرفيا هتلاقي طريق غريب عجيب، بمشي كل مره، مش عارفه مش عارفه ليه الخرجه بجد بطريقه وحش كده، لكن هنشوف بقى هنروح ايه تاني. وجعانه والله من الصبح ما فطرتش، مش عارفه ليه، فهروح الاول اكل. دلوقتي نقول باي باي رنين. دلوقتي بالفعل خرجنا الحمد لله، وصلنا الشارع، وصلنا الشارع. فبجد هروح اكل لاني جعانه بقى. وهنا وصلنا المطعم، ماما جابت لي سندوتشات على ما هي تفطر ونفطر سوا تاني. وبعد ما اكلت انا نروح السيد البدوي نصلي ونستنى المغرب نصلي ونطلع ماما تفطر بقى. وطبعا طنطا معروفه بالسيد البدوي. وهنا بقى كنا وصلنا السيد البدوي بعد ما مشينا كتير، لان احنا مشينا من رنين لحد السيد البدوي، هو شوارع بتودي على بعضها. طبعا يعني الشوارع دي بتبقى مليانه ناس فاتحه جنب بعضها حاجات كتير كده، حاجات حلوه قوي يعني. الجامع نصلي وبعدها نفطر، ماما صايمه انا هفطر معاها، وبعدين نشوف هنروح فين بعد كده. وطبعا هنا اخيرا بقى كنا وصلنا الجامع، وكنا دخلنا من الباب الرئيسي عادي جدا. وعلشان ندخل هو المفروض ان الجامع مقسوم يعني قسم للرجاله وقسم للنساء عادي جدا.
بس لما دخلنا قالوا ان احنا نطلع تاني نرجع علشان نروح مش عارفة فين، و وصفوا لنا كده، وبالفعل خرجنا علشان نروح زي ما قالوا لنا. رحنا بس لقينا البوابات مقفولة، رجعنا تاني فعملنا لنا نفس الكلام برضو. ولحد ما دخلنا الحمد لله. انا عماله الف ورجلي وجعتني والمغرب قرب جدا، كل ما ندخل يقولوا لنا اطلعوا بره، يعني اطلعوا وروحوا لمك الحريم وكده تقريبا. لا ندخل بقى امرنا لله. احنا هو اخيرا السيد البدوي وقاعده. وهنا بقى كنت قاعدة مستمتعة بالمسجد والسقف وكده، كان اللون تحسوا ان السجاد لون السقف لون كل حاجة، والنجف بتاع الجامع بجد كانوا شكلهم حلو جدا. وكان في هناك واحدة يعني بتتكلم في امور الدين وحاجات حلوة يعني. فكنت قاعدة بقى استريحنا، صلينا العصر وكنا مستنيين صلاة المغرب علشان نصلي ونخرج. خرجنا والجو كان ليل خلاص، خرجنا بعد المغرب. هنروح بقى ناكل ونشوف هنلف فين تاني. وده كان المنظر بالليل. بجد انا حبيت اكتر من النهار، كده كده انا بحب الاجواء الليليه. وطبعا هناك محلات كانت حلوه جدا، ايس كريم وحاجات بقى بتاع المكسرات وهريسه وحاجات كده. فاتمشينا بقى قلنا نروح نشتري من الحاجات الحلوه دي. وطبعا انا دايما اول حاجه كنت بطلبها هي الحلاوه الشعر والمشبك، بجد بحبه قوي من هناك. فرحنا اشترينا وقلنا نشتري الحاجات اللي احنا عايزينها من هنا علشان بقى نطلع من المنطقة دي خالص يعني. وطبعا بقى في طريقنا للمحطة، كده كده هو قريب يعني شوية من السيد البدوي. المحطة للسيد البدوي تقريبا مش كتير، بس احنا ما رحناهاش دايركت، لفينا شوية. وبعدها دخلنا من شارع كله محلات وكده، وهنا ماما كانت بتقيس خمار فرنسي وبالفعل جابته، كان حلو جدا عليها. واشترينا كل اللي احنا عايزينه من هناك، كانت اسعارها برضو كويسة. وبعد ما خلصنا كل الكلام ده طلعنا بقى على المحطة، لان الحظر بقى بيبدأ يقفل على كله، واحنا كنا خلاص الساعة كانت 9، فلازم المحلات بقى بتقفل وكده. فروحنا المحطة قلنا لو القطر هيجي بسرعة او في مثلا وقت بسيط تمام هنستناه، لسه هيتأخر فاحنا هنروح مواصلات. فاحنا اتجهنا للمحطة علشان نشوف الدنيا فيها ايه. دلوقتي بقى خلصنا ومروحين، نسأل على ميعاد دلوقتي احنا في المحطة، ولو ما فيش ميعاد قطر هنروح مواصلات عادي. وخلصنا فلوسنا في الحاجات دي كلها ومع ماما وتعب جدا بجد. القطر طلع لسه قدامه ساعة بقى، كلنا وخلاص بقى نروح نركب مواصلات لان لسه قدامه ساعة والجو بيمطر. فهنروح بقى خلاص، خلصنا النهاردة كده وخلصنا فلوسنا بقى وراجعين البيت. وهنا ركبنا من قدام المحطة على طول، وخلاص بقى احنا كنا بالليل، والمفروض ان احنا كمان هنركب مواصلة تانية، فما عرفتش اصور لكم فيها لان انا ما كنتش جنب الشباك، كنت حرفيا في النص كده. الحمد لله خلاص وصلت البيت. وصلت طبعا بعد الساعة 9 والحظر كان قافل كله، كانت
الجو ضلمة اصلا فما صورتش بقى. وكده خلاص خلصنا يومنا من الصبح لحد دلوقتي. هغير وعايزة انام جدا، وهروح بقى اقيس الحاجات اللي انا جبتها. وانتظروني في فلوج جديد ان شاء الله، وقولولي على افكار فيديوز انتوا عايزينها ان شاء الله نعملها سوا. يلا باي.